اولا تنشكركم على ان عطيتونا الفرصه باش نعبروا. حنا هنا في واحد الوقفه رمزيه باش نرفعوا صوتنا كلنا ونقولوا ودي بانه ما جرى في حق الزميل حميد المهداوي يعني كان شيء معيب، ويجي مع الصحفيين يتامروا على زميلهم ويحرموه من حقوقه ويحرموه من البطاقه. وهذه فرصه باش نرفعوا الصوت مره اخرى ونقولوا بان الوضع الصحفي ليس بخير، وبانه على الاقل رمزيا يتسحب ذاك القانون او يتجمد في مجلس المستشارين اللي غادي يعاود ينتج نفس المجلس وبنفس هذه الوجوه الا ما كانش اسوأ منهم. اذا الا كان شي درس من هذه الفضيحه اللي هزت الراي العام كله في واحد سابقه من نوعها، العبره هو ان هذا السيد هادو يحيدوا هذاك القانون ويراجعوه. وهذه فرصه للحكومه وللسلطه باش تعاود علاقتها بالصحافه، وبان الصحافه شريك في البناء الديمقراطي وماشي عدوه ولا متآمره ولا طابور خامس ولا عاشر. اذا هذه فرصه باش المهنيين يدافعوا على مهنتهم ويدافعوا على حق الناس في المعلومه ويدافعوا على السلطه الرابعه تكون سلطه حقيقه ماشي مجازا. وشكرا. ما تنسوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديده. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.